السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم المتابعين الغالين. اليوم رح نعمل بيتي فور بطريقة كتير سهلة. بيتي فور بالسمنة طري وبدوب بالتم ذوبان. واذا كنتوا جداد على القناة اول مرة بتشوفوني وعجبكم الفيديو اتمنى ان تشتركوا بقناتي وتنوروني، واهلا وسهلا فيكم. اول شي هون معانا نص كيلو سمنة، حطيت لهم نص كاسة زيت نباتي. نخلطهم اول شي بالمكسر او بالخلاط اليدوي حتى تصير السمنة مثل الكريمة، تصير على بياض. بعدها بنضيف عليها كاسة ونص او كاسة وثلاث ارباع سكر بودرة، وبنخلطن على سوا كمان بالمكسر او بالمضرب اليدوي حتى يختلط السكر والسمنة سوا. بعدها بنضيف عليهم 3 حبات بيض، بنخلطن سوا كمان حتى يختفي البيض مع السمنة والسكر. واخر شي بنحط ظرفين فانيليا. وهون بنضل بنخلطن حتى تصير السمنة على بياض وبصير مثل الكريمة. كل ما خلطنا السمنة خفقناها بيطلع البيتي فور أطرى أكتر. وهون الطحين معنا 900 جرام طحين ننخله مشان اذا فيه شي تكتلات او فيه شي هيك حبات طحين مجمعين بعضهم نتخلص منهم وكلهم يفرطوا ما يضل شي مجمع بعضه. ومنلم العجينة على بعضها، ما بنعجن عجين، بنضل عم نلمها لم مشان ما تقسى معنا تضل طرية. هون خلطتن اول شي انا بالمعلقة، وبعدها لما سمك شوي بنخلطهم بايدنا. خلطتهم بايدي بس بنلمهم لم، ما بنعجنهم عجين مشان ما تقسى العجينة. وهون بعد ما صارت العجينة جاهزة، بعد ما خلطناها سوا ما بنطول فيها بالعجن كتير، بشي تلم على بعضها وبس. قسمت العجينة بالنص، حطيت لها معلقتين كبار كاكاو، هذا رح نعمله بالكاكاو، وواحد ابيض بالفانيليا وواحد بالكاكاو. ندخل كمان الكاكاو عشان ما يضل فيه هيك شي تكتلات. ولعجينة الكاكاو حطيت لها معلقة كبيرة زيت نباتي بس شي هيك تساعدني بالخلط مع الكاكاو. وهذا القالب اللي راح نشكل فيه البيتي فور، هذا قالب البيتي فور. وهدول قوالب الاشكال، هون انا اخترت موديلين 3 راح نعمل فيهم. هدول الموديلات احلى شي اللي دايما انا بعمل فيهم. بنعبي العجينة بقلب القالب، وهلا بنبدا نشكلها بالصينية. الصينية ما بدها دهن لا سمنة ولا زيت، هو دسمه كويس لحاله بيطالع دسم ما بيلزق بالصينية يعني. وهذا الصواني صاروا جاهزين، بنحطهم بالفرن اللي محمينه من قبل على درجة حرارة 180. انا بشعل الفرن من فوق ومن تحت بيستووا سوا. ما بطول بالفرن تقريبا شي 8 دقايق او 10 دقايق او حسب الفرن يعني اذا كان حامي كتير ولا لا. وهذا الشكل التاني كمان ورجيتكم، هو كمان شكله كتير حلو. غيرت القالب. وهون بننتبه على شغلة، اهم شي ما بنقرب عليهم، ما بندقرهم بعد ما يطلعوا من الفرن فورا، نعيفهم لحتى يبردوا بعدها بنشيلهم الصينية مشان ما يفرطوا هن سخنين. وهون جينا على عجينة الكاكاو، كمان بنشكلها بنعبيها بقلب القالب ومشكلها بالصينية. وهذا كمان شكل جديد حطيته حبيت اجربه، كمان شكله كتير حلو. انا حبيت هالموديل هيك، حبيت اعمله صاروا على شكل حبات القهوة. وهالكمية كلها طلعت كميته كتيرة ما شاء الله وكويسة. من عدا في صينية بالفانيليا
شقرت شوي زيادة معي، هاي ما بصير يعني كل الوقت عيد يعني، او وقت واحد دا يساوي كعك العيد او المعمول لازم صينية تحترق. مزبوط ولا لا يا صبايا؟ لازم يعني ننسانا شي صينية بالفرن. وهون عندي شوكولا حبيبات دوبتها على حمام مائي. هون عندي بالطواية شوية مي حطيت باردة، حطيت فوق الصحن وفضيت حبيبات الشوكولا حتى يدوبوا، هن من الحرارة بتدوب. هاي الشوكولا دوبتها حتى نحشي فيها البيتي فور ونغطسه فيها. اذا ما بتحبوا بالشوكولا يعني تحشوه، فيكن تحشوه مربى، اي انواع من المربيات تحشوون. هون بعد ما ذابت الشوكولا اذا كانت سميكة شوي يعني شفتوها، حطولها معلقة كبيرة زيت بس. وهدول للزينة انا عندي هون حبيبات الشوكولا الناعمة والملونة وجوز الهند وفستق الحلبي المبشور ناعم. نبدأ بحشيون. هون انا بحشيهم بالشوكولا، قلتلكن اذا فيكن يعني تحشوها بالمربى كمان بتصير تطلع كتير طيبة. بحشيهم وبحط بسكويتين على بعضهم، وبعدها بغطسهم بالشوكولا وبزينهم بجوز الهند او بالفستق. بنكملهم كلهم بنفس الطريقة. فيكن كمان تعيفون هيك على حالهم، كمان شكلهم كتير حلو وطعمتهم كتير طيبة كمان من غير ما نعطسهم بالشوكولا. وهذا شكلهم النهائي، طلعت طعمتهم كتير طيبة وكتير طريين، بيدوبوا بالتم دوبان. حتى في منهم وانا عم اغطسهم بالشوكولا يفرطوا بايدي قد ما هو طريين. وبحب اتشكر كل حدا وصل معي لنهاية الفيديو، بتشكركن كتير كتير على كلماتكن الحلوة الطيبة اللي مثلكن. ما تنسوني من دعمكم واشتراكاتكم الحلوة، بتنوروني قناتي وتشاركوا الفيديو مع اصدقائكم. وان شاء الله يا رب هيك يعجبوكم وصفاتي السهلة والبسيطة وتحبوها. هون هذا البيتي فور رح نشوفه سوا، كتير طري عم بيفرط بالايد فرط. قطعة البيتي فور شوفوا شلون هي بتدوب بالايد قبل التم.